اسمعوا هذا الشخص ايش يقول عشان تعرفوا حجم الكارثة اللي نعاني منها. تكلم على دويلة العمارات العربية المتحدة. طبعا هي عمارات العربية المتحدة، هذا الاسم الحقيقي لها، مجموعة عمارات، يعني عمارة بدبي على عمارة بأبو ظبي على عمارة بالشارقة، جمع هؤلاء الطحالب وكونوا دويلة. يا أستاذ فهد القرني، هذول اللي تسميهم طحالب بنوا دولة كانت قبل 50 سنة عبارة عن عشش. في 50 سنة بدوا دولة عظيمة، وأنتم هديتم دولة في يوم واحد وفي قرار واحد. هذول اللي تسميهم عمارات، بعض عماراتها تؤدي ميزانية دولتك ربما سنوات. بيننا وبين هذه الدولة سنين ضوئية عشان نوصل لها. نسبة التعليم فيها 100%، الالتحاق بالتعليم ومحو الأمية وصل إلى 95. دخل الفرد فيها يصل إلى 50,000 دولار في السنة وأكثر، متوسط هذا، يعني في ناس تعدوا الملايين، وأنت دخل الفرد فيها لا يتعدى حتى 200 دولار. نحن عايشين خلفهم بسنوات، وانت الحين تقارن ايش اللي عندنا وايش اللي عندهم. انا مش بصدد الدفاع عنهم، فدولتنا قالت الكلمة الفصل ودورها المشبوه سواء عندنا أو عند غيرنا، هذا شأن دولي بينهم وبين اليمن كدولة. لكن لا نخدر الشعوب، لا نكذب على بعض ونقول إن هذه الدولة مجموعة عمارات هنا وهناك. أنتوا كان معانا قليل عمارات وهديتوا هذه العمارات. عندهم التعليم، الصحة، كل مواطن عنده منزل خاص، ما نبغى نقول قصر ولا فيلا، نحن بعيد عنهم كثير. فكان عندنا كيس الدقيق ب500 ريال، أصبح الحين بمئات الآلاف، أصبح كل شيء أضعاف. فعلى إيش نكذب على الناس؟ خلاص انتوا نيتكم كانت صافية وصار اللي صار، لكن إنه تدخلوا الحابل بالنابل والسياسة بالمقارنة، لا. دولة الإمارات دولة ناجحة، سياستها ما تعنيني أنا كشخص، تعني دولتي الله يقويها، هي اللي تتخذ قرارات معاها. لكن لا تخدروا الشعوب.